اهلا وسهلا بيكم النهارده معايا في فيديو جديد. فيديو النهارده كله افكار جديده ورائعه جدا. تعالوا مع بعض نشوف اول فكره. دول اتنين اشار بنفس اللون ونفس المقاس، جابتهم وربطتهم مع بعض، جابت الحرفين وربطتهم مع بعض والحرفين التانيين وربطتهم زي ما احنا شايفين، ربطة عادية جدا بدون قص بدون خياطة بدون حتى تصميم. شايفين وقلبتهم، هما الاول كانوا على ظهرهم وبعد كده اتقلبوا، قلبتهم على وشهم. بكل بساطة عملت بلوزة سهلة وبسيطة جدا. دي قطعة قماش هتستخدمها فستان سواريه برضو بدون قص بدون خياطة. شايفين حطيته بس على كتفها وجابت كل زيادة على قدام وربطت الحرفين مع بعض على قدام، وعملت فستان سواريه بكل بساطة وسهولة. هنا بتغير في شكل الكم او الحمالة بتاعة الفستان. هنا بتغير في شكل الفستان، عملته نص كم. ودي قطعة قماش، شايفين خدت الحرفين على ورا وربطتهم ولمت الزيادة كلها على قدام وكشكشتها ومسكتهم بالعقد، ده مش حزام ده عقد. وهنا حطت الدبابيس على الكمام او الحمالة. لو الفيديو عجبكم متنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا بتغير في شكل الفستان، بتحط الدبوس اللي احنا شايفينه. شايفين خدت حرف القماش واحدة عكس واحدة وخدتهم على ورا وشبكتهم بالدبوس اللي احنا شايفينه. ده فستان قط زي ما احنا شايفين، ودي قطعة قماش او قطعة صوف هنا متخيطة. شايفين عملته زي بلورو كده او جاكيت قصير للفستان بكل بساطة برضو وبكل سهولة. هنا بتقلعها وبتغير في شكل لبسها. غيرت في الشكل تماما. ده شال، شايفين جابت الحرفين اللي وراه وربطتهم مع بعض. دي بلوزة سواري قلعتها وبعدين جابت اللي تحت فوق واللي فوق تحت وشبكت الحرفين بدبوس، والناحية التانية برضو شبكتهم مع بعض بدبوس، وزررت الزراير من قدام. جابت الكمين دخلته جوه الحمالة اللي عملتها للبلوزة وعملتها زي كم نص كم، والناحية التانية برضو الكم التاني. هنا بتوفر في لبس كتير قوي وبتوفر فلوس كمان، من غير ما تشتري اللبس جديد وتدفع فيه فلوس قد كده. لا، هي هنا بتستخدم كل ملابسها الموجودة وبتغير في شكلها كأنها ملابس جديدة خالص، وبتستخدمها كذا مرة. يعني البلوزة بتستخدمها زي ما احنا شايفين كذا مرة، الفستان كذا مرة.
بأشكال مختلفة كتير. شايفين هنا عملت البلوزة شيب بشكل لطيف ورائع ازاي. وده فستان بحمالات، وده اشارب او سكارف. دخلته جوه الحمالة وجابت النص التاني على الكتف التاني وشبكتهم مع بعض، وغيرت في قصة الفستان. دي قطعة قماش، هنا جابت الحرفين على ورا، بعدين جابتهم على قدام وربطتهم مع بعض. شايفين ربطة عادية جدا. هنا جابت بقية القماش خدته من تحت وكشكشته زي ما احنا شايفين، ودخلته جوه الرقبة اللي هي عملتها، وشدت وخدت الحرفين دول عملتهم زي كمين او نص كم للبلوزة. هي استخدمتها بلوزة مش فستان. ولمت الزيادة على وراه بدبوس. دي بلوزة سوري، خدتها هنا واستخدمتها جيب بشكل برضو مختلف. ده فستان الكات او بحمالات. دخلت هنا السكارف وغيرت قصة الفستان. دي قطعة قماش 140 في 160، ده مقاس القماش اللي بتستخدمه. شايفين جابت الحرفين وربطتهم مع بعض على قدام. جابت الزيادة شبكتها بالدبوس اللي احنا شايفينه. شايفين ده فورير لبسته على الفستان. دي بلوزة تركو خفيف، شايفين قلعتها ولبستها بالعكس زي قميص المجانين كده، غيرت في شكلها ازاي. وهنا بتلم زيادة وخدتهم هنا زرارت الزراير من تحت. ايه الافكار الروعة دي. ده دبوس حطيته في البادي اللي هي لابساه او في التوب. ده اشارب، خدته وحطيته على صدرها، وبعدين جايبت الحرفين على قدام وربطتهم برضو ربط عادية جدا مع بعض. بعدين خدت الحرف اللي تحت كشكشته
خدت الكشكشة اللي هي عملتها دخلتها جوه الرقبة اللي عملتها للبلوزة، وعملت قصة في البلوزة. هنا لبست عليه الشابو، وده فستان صوف، قلعت الكمين، وبعدين نزلته شوية على الصدر، وبعد كده خدت الكمين دخلتهم عملتهم زي جيوب للفستان. هنا لبست عليها الحزام الأبيض نطق الشكل، والجاكيت الأبيض كمان. دي بلوزة بكم، قلعتها وعملته فستان. هي خدت البطانة بتاعة البلوزة شدتها لفوق شوية، وبعدين استخدمته كله على بعضه فستان. ده برضو جاكيت صوف او تركو، بتقصره، هو طويل، هي هنا بتقصره. وعملت قصة فيه، عملت الوردة اللي احنا شايفينها دي فيه. هنا قلعته وبتلبسه بالعكس. هنا شبكته بالدبوس. ده شال. هنا هتستخدم الشال بلوزة، شايفين جابته ومسكته من النص وشبكتهم بالدبوس. بعدين خدت حرف على الكتف والحرف التاني على الكتف التاني، والحرفين من ورا وشبكتهم بدبوس برضو، واستخدمتها بلوزة زي ما احنا شايفين. شايفين استخدمتها بلوزة بكل بساطة وكل سهولة. هنا بتغير في شكلها، او هنا بتلبسه كشال عادي بس بطريقة حلوة.